انك تشجع الاسماعيلي فدي حاله شبه نادره، ما بتحصلش الا الواحد كل 10000 مثلا، زي ما تكون متجوز واحده اسمها نشوى، حاله مش موجود منها كتير. اهلا بيكم، انا اسمي ميدو، والشو ده اسمه الكوره لونها اصفر، ومعمول للواحد في ال10000. ايه يا عم، كل الناس اتكلمت واللي قال مش هينفع كده. مش هنتكلم عن موضوع الزمالك ده بقى ولا ايه؟ يا رب يا رب، يعني هو الواحد دماغه فجأة كده تفضى. بس لقيتها. ايوه، انا اخش على تويتر وفيسبوك وكل وسائل التواصل دي، وكمان ممكن اخش لي على التلفزيون اخد لي شويه اراء كده. ايوه دلوقتي يكونوا هديوا ورسيوا والواحد يقدر يطلع له منهم بموضوع. هو ده. انتوا يالا نادي ب6 بطولات وطقم جيلي، يالا انت بتتكلم ازاي؟ يلا يالا اللي الاهلي كان بتبص مخروم وتيجي تشتكي لي. حبوا بعض يا ولاد يعني لو كل واحد معقد نفسيا يطلع يتكلم يقول ميدو قال لنا كرة، اعطيني الكرة. انا مش قادر اديك حيط منطق، ما انت شايف تحدي الكرة ده تاني. لا 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 لا، استغفر الله العظيم يا رب، انا اقول من دماغي يا عم ارحم. الحكم خسر الزمالك. لعيب في الحته دي. الله، ضحكوا على الزمالك، ضحكوا على الزمالك. الحكم خسر الزمالك. الاثنين البدلاء في الزمالك اللي نزلوا. الحكم خسر الزمالك. الكرة اللي على شوقي السعيد ضربة جزاء صحيحة جدا، الحكم ما حسبهاش لصالح نادي الزمالك، وده لأن شوقي السعيد كان ممكن بكل سهولة يوسع ايده من اتجاه الكورة، بس ده بشرط واحد بس، إن شوقي السعيد كبني آدم تبقى سرعته كده. الزمالك اتظلم في احتساب ضربة جزاء زي دي عليه في ماتش تاني غير الماتش بتاعي، أنا مالي؟ حس بيا، حس بيك ربنا. ودلوقتي هحاول اعمل حاجه احمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك ما عرفش يعملها بعد المباراه، وهي ان انا اتكلم عن فرقتي. ريكاردو بدا المباراه بتشكيل انا شفته في رايي الشخصي دفاعي، وحاطط ثقته في احمد العشري اللي خلاص بقى اختيار اساسي ريكاردو في كل مباريات الدوري بعد كده، لانه على حد قوله قال ان سامح عبد الفضيل ما لعبش مباراه بمزاجه مع انه كان جاهز، الحاجه اللي ممكن تنهي مستقبل اللاعب على فكره، وكنا ناسيين نفتكر. في الشوط الاولاني دافعنا بصلابه وعرفنا نعمل هجمات مرتده كتيره جدا خلقت لنا كل انواع الفرص اللي ضاعت، وعرفنا برضه في الشوط الاول ليه محمد زيكا ما بقاش بينزل اساسي. محمود عبد العزيز يلعب الكره عرضيه يروح لها انطوي، ازاي ده يستلم في وسط الزحمه دي ويصلح كده. ياه نقط قوه الزمالك تمثلت في الركلات الثابته اللي ريكاردو لازم يلاقي لها حل مع الدفاع بتاعنا، واحسن فرصه جت للزمالك في الشوط الاول كان اللي عاملها الدفاع، وده اكبر دليل على ان فريقنا قدر انه يقفل مفاتيح لعب نادي الزمالك، مفاتيح اللعب اللي بتتمثل في كائنات خرافيه سمعنا عنها قبل المباراه وما شفناهاش في الملعب الحقيقي. الشيء برضه اللي يدل على ان مدرب الخصم استهون بالاسماعيلي وما احترموش كفايه لانه يتعامل مع المباراه بشكل كويس، يا اما كده يا اما لا سمح الله ميدو ما عندوش خبره كفايه لانه يتعامل مع مباراه زي دي. احنا جايين نهدي النفوس يا عزمي. مجملا المباراه كانت ممتعه جدا من الطرفين في الشوط الاولاني، وكان ناقص المباراه في الشوط الاول كله هدف واحد بس. في الشوط الثاني ريكاردو فهم ان لعيبته مش مكن، وفهم ان الاصابات اللي عنده اكيد هتاثر، ده بالاضافه ان مباراه كبيره زي دي هتاثر على الفريقين بدنيا، كل ده ادى الى انه يعتمد على موضه الكاتيناتشيو اللي ظهرت في اوروبا وضربت من ساعه الفضيحه. الرجوع لمناطقنا وتسيب الخصم يستحوذ زي ما هو عايز طول ما هو مش عامل اي خطوره على مرماه ومش داخل حتى ال 18، خصوصا ان الخصم ما كانش عنده مهاجم. يا شباب احمد علي، خصوصا ان الخصم ما كانش عنده مهاجم. في الشوط الثاني برضه هجمات الاسماعيلي المرتده كان ناقصها عامل واحد بس عشان تكمل، السرعه. عشان كده كان نزول ابراهيم حسن كابوس الزملكاويه الموسم ده اساسي. اللاعب نزل عمل كوره سخنه ما قدرش يمسكها عبد الواحد السيد وردها جون انطوي اللي رزعها في الجول بدون اي تردد. تعليمات والمهام لابراهيم حسن، طبعا التكمله بجوار جون انطوي، ادي اول لقطه وادي الخطا وجول. لعيبه الاسماعيلي بعد ما جابوا الجول ناموا عليه على فكره وقعدوا يمثلوا زي كده. بخير، مين كان يصدق ان احنا نقف كده وغيرها كتير من حالات التمثيل اللي كنا طبعا مطبخينها مع الحكم عشان نخلص المباراه بدري. الحكم اللي حسب 9 دقايق وقت بدل ضايع، ده لو بيصلي العشاء مش هيحسبهم. ودي بقى حاجه انا مستعد اسيح شراييني قدامكم. احترام كبير للمدير الفني للنادي الاسماعيلي في المباراه دي ريكاردو، المدير الفني اللي بعد ما المباراه خلصت احترم الكيان بتاعه كفايه لانه يطلع يكلمه فنيا ويعرفوا ايه اللي حصل في المباراه دي. على فكره المبنى اللي كان واقف عليه الالتراس وبيولع شماريخ يبعد عن الاستاد 50 متر على الاقل، وبما اننا في اسماعيليه فقررنا ان احنا نصور لكم البعد ما بين المبنى والاستاد.
وده طبعا اكبر اثبات ان كان في جمهور حاضر الماتش. بتبل عليك يا اخي. بالنسبه بقى الموضوع فميدو اتخانق تاني في مباراه التليفونات، وكابتن سعفان حصلت له مشكله مع ريكاردو المدير الفني ومشي، وانا كمشجع اسماعيلاوي هوفر الدقيقتين اللي هجيب فيها صوت الخبر ده واقول فيها حبوا بعض وهركز في فريقي وغلطاته في الملعب وايه المشاكل وازاي اصلحها. ما اتعودتش بصراحه اشغل دماغي بالناس التانيه. عن نفسي كشخص عموما مش مشجع اسماعيلاوي بس، مش فرحان ان الزمالك بدا يتحول في تعامله مع الاسماعيلي للاهلي في اخر 10 سنين. تاخد لعيبه من عندي بعد كده تشتمني، تاخد لعيبه من عندي بعد كده تشتمني، بعد كده اكسبك بعد كده تشتمني. هستنى من المدير الرياضي للنادي خالد بيومي انه يقعد مع المدير الفني الفريق الاول ريكاردو ويكلمه ويساله ليه اللي حصل بعد كده ده حصل، ولو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده الاول اضغط لايك واضغط سبسكرايب وخش على الفيديو. اشوفكم هناك. سلام.